زندراوي. تحياتي استاذ ريهام. شكرا ليك. للساده المشاهدين. استاذ زندراوي، الوضع عامل ازاي دلوقتي في قنا، وهل ما زال هناك مظاهرات ولا لا؟ هو طبعا القرار كان قرار استقباله اهالي قنا استقبال انا بعتبره استقبال جيد، وانا اعتقد ان هذا القرار ايضا جاء في توقيته، ولان لو تاخر هذا القرار عن هذا اليوم زي ما قلت لحضرتك امبارح كان الامر هيتصاعد. انا شايف ان الغالبيه الكاسحه استقبلت القرار استقبال رائع من اهالي قنا لامرين مهمين. الامر الاول انه حافظ ما وجه الحكومه وهيبتها ايضا، وفي نفس الوقت لبى مطالب اهالي قنا. القله موجوده حوالي ما بين 200 الى 300 متظاهر امام ديوان عام المحافظ، الا ان المتظاهرين اللي كانوا موجودين على السكه الحديد تركوا وغادروا الخطوط، وعادت السكه الحديد الى العمل من جديد. وكان اول قطار يمر على خطوط السكه الحديد رقم 163 القادم من اسوان متوجها الى القاهره، ووصل المدينه بالفعل. كويس جدا. وده كان يعني حاجه رائعه. كويس. استاذ زندراوي، امبارح انت كنت قلت لنا انه الازمه مش هتنفرج الا لو شرف جه وقعد مع الاهالي. الوضع ايه النهارده؟ ما هو عصام شرف ما راحش قعد مع الاهالي. انا لسه هكمل الجزئيه دي، لان لسه ال 300 متظاهر ما زال هناك تخوف ان يكون في التفاف حول هذا القرار. المتظاهرين بداوا يؤكدوا ان القرار في يعني مش واضح. يعني ايه تجميد النشاط؟ حتى اللي هو ماجد اهو معاك على الهوا مش عارف يعني ايه تجميد نشاط المحافظ، الا اني في ظل ان الاخوه والمبادرات في محافظه اسوان والاقصر واسنا وما بعد قنا ومناشدات القبائل هناك نظائرهم القبائل في قنا ان يفتحوا السكه الحديد عشان المرضى اللي عايزين يقصدون الى القاهره للعلاج، عشان المسائل الاقتصاديه، عشان السياحه الى اخر هذا الامر. فكان يعني منتظرين مثل هذا القرار عشان يفتحوا السكه الحديد، يعني حتى يستشعروا ان الحكومه زي ما بيقولوا كده بالبلدي راضتهم. لكن المشكله بشكل عام ما زالت عالقه، واني اعتقد طالما قال اللي هو ماجد ان الدكتور شرف هيروح في زياره لقنا، اعتقد ان الامر هيتحل. لكن في حاجه مهمه ايضا، ان اهالي قنا اوعى تعتقد ان المشكله حلت. لكن انا هقول لك على الهوا وحاجات يعني. اتفضل يا استاذ زندراوي. انفراد لحضرتك، هناك غضب شديد من اهالي قنا ومثقفيها. كان هناك حركه للمثقفين هيشكلوها لابناء قنا، ائتلاف ابناء قنا، وكانوا هيصعدوا الى غضب من ايه يا استاذ زندراوي؟ غضب من ايه؟ انا هقول لك الغضب من ايه. غضب من تصريحات الدكتور صفوت حجازي الذي اتهم فيها اهالي قنا بالبلطجه. الدكتور صفوت حجازي محسوب على جماعه الاخوان المسلمين مع تقدير الشخصي للدكتور صفوت حجازي. ايضا على نفس النهج. بس ده خارج موضوعنا يا استاذ زندراوي. هكمل. لا مش خارج موضوعنا، لا مرتبط بهذه الاحداث، لان الدكتور ايضا محمد البلتاجي ايضا من احد اقطاب الاخوان المسلمين وصف ايضا الاهالي قنا بالبلطجيه وهو في مؤتمر جماهيري في الغردقه. هل السؤال الذي طرحه اهالي قنا حاليا لجماعه الاخوان المسلمين، هل لعدم تواجد الاخوان المسلمين على الارض في محافظه قنا وان السيطره هناك للقبائل والعائلات الدافع القوي انه يهاجم ويتهم هذه العائلات بالبلطجه؟ بس معلش استاذ زندراوي انا عندي معلومات كمان انه اهالي قنا او جزء منهم بالتاكيد، يعني ما نقدرش نقول الكل، ولكن جزء منهم وجه الشكر اليوم للدكتور صفوت حجازي وللشيخ محمد حسان على مجهوداتهم. في فرق بين ان توجه اليهم شكر لمجهود بعينه وان تتهمه بالبلطجه. هناك فارق استاذه ريهام. هل هو اتهم اهالي قنا بالبلطجه ولا من قام بقطع السكه الحديد ولا في اي اطار؟ بلطجه صراحه، ان هؤلاء بلطجيه يعني مش في اطار معين يعني انا اقول لك كمان في بعض من المثقفين من اهالي قنا سيحركون دعوه قضائيه امام النائب العام ضد محمد البلتاجي وضد الدكتور صفوت لاتهامهم اهالي قنا بالبلطجه، ولا يصح اطلاقا بهذا الامر. الا ان اهالي قنا اثبتوا انهم عند حسن الظن، وعندما لبت الحكومه جزء من هذه المطالب
فورا انصرفوا من وفضوا اعتصامهم من فوق سكك حديد مصر وتركوها، الا ان القله الموجوده امام ديوان عام المحافظه لو خرج احد رجال الحكومه يشرح لهم ما هو معنى التجميد وما معنى تجميد النشاط، اعتقد ان شاء الله ان الباقيه تنصرف ايضا من امام المحافظه. انا هسال سؤال بس للحكومه، يعني ايه تجميد نشاط والنبي عشان انا مش فاهم بس يعني ايه تجميد نشاط صحيح؟ هو ده سؤال انا كنت هساله لك، انت ما عندكش فكره معنى كلمه تجميد نشاط يا استاذ الدراوي؟ انا مش عارف، هل الالغاز احنا بنخش من لغز اللغز؟ يعني ايه تجميد نشاط؟ حتى لما انت تتكلمي اتمنى ان الدكتور احمد السمان متحدث الرسمي لي توضيح، يعني توضيح يقول لنا يعني ايه، يفسر لنا يعني بدل ما انا خايف يفسرها لنا بس على التويتر، يعني انا خايف من النقطه دي، وبرضه شعبي هنا مش تمام. على التويتر ولا يا استاذ دندراوي بشكرك جدا، شكرا لحضرتك. الاستاذ دندراوي الهواري نائب رئيس تحرير اليوم السابع فيما يخص دكتور صفوت حجازي. دكتور صفوت حجازي كان موجود هنا في المحور وكان اعتذر عن هذا اللفظ، لفظ بلطجيه، وقال انه هو لا يقصد بلطجيه ولكن يقصد آثمين، وبالتاكيد هو بيتكلم في اطار معين، ما يقدرش ان هو يجمع يعني، او بالتاكيد لا يقصد ان يجمع كل اهالي هنا.